ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي ست الستات مع الشيف الجميلة والمبدعة واللي منورانا لأول مرة الشيف فيبي سامي. أهلا بيك يا فيبي. أهلا بحضرتك يا أستاذة غادة، ومبسوطة جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة. وإحنا كمان سعداء جدا بوجودك، وهنبقى أسعد لما تعلي صوتك بإذن الله. حاضر إن شاء الله. طيب بصي بقى، أنت واضح إن أنت ليكي في المخبوزات والحلويات ولا أنت كل حاجة؟ أنا عموما الحلويات والمخبوزات والحلويات الدايت أنا شغالة فيها. يعني أنت عاملة الشغل بتاعك بنظام الصحي، الأكل الصحي يعني. الأكل الصحي عاملة حلويات دايت اللي هي البسكوت الدايجستيف والحاجات اللي هي الصحية لمرضى السكر وللناس اللي بتعمل دايت. حاولت إن أنا أعمل لهم حاجة برضو، إن أنا ما بقاش كل حاجة يعني شغالة على تيم معين، لا لكل الناس. ده اهم على فكره، لان بقى دلوقتي كتير عايزين بيعملوا دايت، بس عايزين ياكلوا اكل صحي وحاجات زي اللي موجوده، ونفسهم في حاجات مش قادرين يعني ياكلوا يعني في اطفال عندها سكر، فحاولت ان انا اساعدهم واعمل لهم حاجه، وفي ناس حلو قوي يعني حاجه بسيطه وفي نفس الوقت تفرحهم وتكون صحيه ليهم. وبعيدا بقى عن الجبنه القريش والخس بنغير والارانب ده بنغير طبعا. طيب قولي لي بقى، انت النهارده عامله لنا كب كيك محشي بالكريمه. ايوه. هو ده نظام دايت برضو ولا لا عادي؟ لا ده العادي. طيب النهارده هو انت بتقولي ان انت عامله النهارده اكلات اقتصاديه وجميله. احنا عاملين حاجات بسيطه كله بايدينا. أيوة. هنشتغل بايدينا زي ما احنا شايفين كده. تمام. لا عجان ولا مضرب ولا اي حاجه. حلو قوي. وعامله لنا كرواسون سريع بدون توريق بدون اي حاجه. هنعمل العجينه دلوقتي مع بعض سهله ومقاديرها سهله جدا وبسيطه. واي حد يقدر يعملها. هنبدا بايه بقى؟ هنبدا بالكرواسون طبعا عشان نسيبه يخمر شويه، وبعد كده ندخل في الكب. تمام. معانا 4 كوبايات دقيق، معلقتين لبن بودر، بيضه، معلقه كبيره خميره فوريه، كوبايه لبن، معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه ملح، معلقه خل، 2 معلقه سكر كبيره، 2 معلقه زبده كبيره. طبعا. مش عارفه فاضل ايه تاني. معلقه خل ومعلقه خل ما انا قلتها. ماشي. هنبدا اول حاجه يا جماعه هنبدا بنص كيلو دقيق بمقاديرنا اهي. هنحط عليها السكر البودر طبعا كل المواد. بس ده انت كاتبه 4 كوبايات دقيق يعني كيلو. ما هي انا عاملاه هو الافضل عامله بنص المقادير يعني. الافضل لا هو نفس المقدار، بس الافضل الناس اللي ما عندهاش ميزان بنعاير بالكوب المعياري. يعني انا سايبه الحل الوسط ليهم. طيب. في ايدي. طب بس الافضل الميزان. ماشي. انا معايا هنا 4 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق زي ما قلنا. طيب. ومعانا اهو اللبن البودر حطينا السكر. ايوه. وادي اللبن البودر زي ما احنا شايفين. بس انا مش في سكر صح. معلقتين كبار سكر. والخميره ومعلقتين لبن بودر. والخميره ومعلقه بيكنج باودر صغير. وبيكنج باودر. انت تقريبا حاطه الخامات كلها على بعض. ورشه ملح كلها جنب بعض. وبنحط المواد الجافه كلها مع بعض. تمام. وهنقلبها كده زي ما احنا شايفين تقليبه. عشان نبدا نشتغل فيها على طول. تمام. بس اهي. بس ايه ده، انت مش حاطه سمنه؟ لا حاطه معلقتين زبده. اي نوع زبده بقى اللي هم حابينه ودي ترجع لهم هم. انا النهارده بشتغل بالزبده البلدي العاديه. الله. العاديه جدا. لكن اكيد مش زيت يعني. لا ولا هيبقى طعمها وحش. لا حاطين البيضه عشان بتديله طراوه. أيوة. ومعانا معلقه الخل عشان بتدي هشاشه وطراوه وبتفضل تحفظه فتره طويله بنفس الطراوه اللي هي فيه. تمام. بقت عامله دلوقتي الكيكه كمان برضو بيتحط لها معلقه خل. هنحط لها خل برضه. هنحط بقى اللبن شويه بشويه كده ونحاول ان احنا نعجن بالراحه. انت حاطه لبن لبن بودر ولبن ده انت عاملاها بقى ما شاء الله غنيه يعني. وتنفع للولاد في المدرسه. ايوه. هتبقى مفيده جدا. طب وهي دي تنفع للدايت؟ لا ممكن بنعمل كرواسون دايت. بالشوفان بتعملي حاجات دايت او بالدقيق الاسمر. دي في ايدينا ان احنا بنعمله، لكن ده العادي. تمام. والله يا ريت برضه تبقي تعرفينا طريقه العمل الكرواسون دايت، لان للاسف الحاجات دي بره غاليه جدا جدا. فهنبدا كده نحط الدقيق بالراحه كده اهو. ايوه. نقلب المكونات بالراحه جدا اهو. احنا هنعمل بعد كده هنعجن بايدينا عادي. تمام. يعني احنا هنلم بس الدقيق وبعد كده هنعجن بايدينا. طب والزبده دي هتحطيها امتى؟ اخر حاجه بعد ما اعجن. اخر حاجه لان دي بتدي نعومه للعجينه وبتخليها ناعمه جدا. واللبن ده دافي ولا عادي؟ المفروض ان هو اللبن يبقى دافي علشان الخميره تتفاعل معاه. تمام. بس هنبدا احنا نعجن بايدينا اهو. يعني مفيش ابسط ولا اسهل من كده يا جماعه. تمام. كل حاجه بايدينا اهو. نبدا نعجن كويس كده اهو بالراحه خالص اهو لحد ما العجينه تتلم معاها. تمام. يعني افضل احط ما نحطش اللبن كله علشان ممكن في دقيق بياخد سوائل كتير
في دقيق بياخد اقل. آه. فلازم نخلي بالنا من الحكايه دي. فالافضل ان احنا نحط حاجه تدريجي بتدريج، ممكن تمام. يقبل كله ممكن يقبل اقل، فاحنا نعمل شويه بالظبط. بشويه ونعمل. طب هو دي ده ايه، متعدد الاستخدامات ده ولا متعدد بتاع الاستخدامات، مخبوزات؟ والافضل المخبوزات مع العجائن اللي هي الكرواسون بيحب الدقيق القوي. طب هو انا ممكن اعمل نفس عجينه الكرواسون دي اعملها باتيه ولا الباتيه بيبقى له؟ لا، وممكن اعملها العيش الكايزر والميني كايزر. ممكن اعملها. بص جميل قوي. هي فيها كل الامكانيات لان هي غنيه جدا زي ما احنا شايفين اهي. فيها كل يعني فيها لبن وفيها لبن بودر وفيها بيض وفيها زبده. يعني انا في ايدي ان انا اعمل فيها اللي انا عايزاه. وانا عملت فعلا منها، عملت منها الميني اللي هي الساليزونات قصدك؟ والساليزونات عملت منها الاعياد الميلاد والمناسبات، بتبقى حلوه جدا جدا ومفيده. وبقدر اوفر يا استاذه غاده دلوقتي انت عارفه بيتفتح ويتحط جواه اللي بتاع ايوه الحاجات البسيطه اللي بنحطها التركي المدخن والحاجات البسيطه دي. بالظبط كده. بس انا يعني بصي، انا اتجاهاتي كلها الاول والاخر بصراحه بحب الحلويات جدا جدا جدا. لكن انت برضو ليكي في المطبخ؟ طبعا بشتغل كل حاجه، بعمل كل الطبيخ في البيت كله، كل الانواع. لا انا مش قصدي البيت، انا بقول بقى كعمل. لا في العمل لا. العمل اتجاهي في العمل في الحلويات بكل انواع، الحلويات والمخبوزات كل انواع، والتورت اللي عجينه السكر والتورت الكريمه والحاجات السري دي. يعني شغل بدات ان انا اتعلم شويه بشويه لحد ما وصلت للي انا عايزاه. كانت بدايتك امتى بقى؟ بدايتي من 13 سنه. من 13 سنه كان ولادي لسه صغيرين. دي اصلا شكلك صغنن خالص وجميله كده. وبعدين نبدا نعجن اهو، حطينا الزبده اخر حاجه اهو. ونبدا نعجن لحد ما تتلم معانا. تمام. بس طب افرضي حسيتيها انها يعني لو طريه شويه بنحط معلقه الدقيق، ما نكترش برضه. لو ناشفه برضه نحط معلقه لبن يعني في ايدينا ده، لكن كده وكده. هي هنا طبعا بنحس ان هي كده مفروله شويه، لكن هي مع الزبده هتلم دلوقتي. تمام. وهتبقى العجينه حلوه، وبعد كده هنسيبها بقى تخمر. تمام. اهم حاجه مين بقى اللي شجعك على الشغل ده لما لقوا شغلك حلو؟ هو اول حاجه بدات بيها الخامات، بدات اشتغل في الخامات في البيت. ازاي يعني؟ انت يعني بتعملي الخامات؟ لا جبت الخامات وكنت بشتغل فيها، اللي هي الكريم شانتيه والحاجات اللي هي السبونش والحاجات الشوكولاتات والحاجات دي كلها. دي كانت البدايه. وبعد كده حبيت ان انا اتعلم. بدات واحده واحده بقى ان انا اتعلم بالتدريج، وكل يوم بتعلم حاجات جديده، وبعمل اختراعات مع نفسي برضه. طبعا يعني باخد افكار واطور منها. باخد يعني حاجات مش بتاخديها زي ما هي كده كوبي وتعمليها؟ لا يعني انا عملت احدث حاجه عملتها الروشيه الكنافه، ما حدش عمله. زي الشوكولاته الروشيه بالظبط. طريقتها سهله جدا وبسيطه. جات لي فكره فقلت اعملها. هي سهله وبسيطه جدا جدا. يعني الناس بتتخيل ان في حاجات صعبه، بس لما نبدا ان احنا نحاول ونجرب مفيش حاجه بتبقى صعبه. مفيش حاجه صعبه على الست، صدقيني. برافو عليكي. هو ده النموذج التاني اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الست ما يصعبش عليها اي حاجه. لا. هي كانت في مجال تدريب السواقه وواجهت تحديات، ومعانا القمر فيبي سامي برضو تحدت الدنيا لغايه ما حتى بتطلع حاجات هي مش يعني موجوده في الاسواق، صعب انها تتعمل في البيت، عملتها وبشكل قوي وباراده. طب انت بتتمني ايه لشغلك بقى في المستقبل؟ انا بجد نفسي يكون عندي محل حلويات خاص بي. ان شاء الله. ده اللي بتمناه. يعني انا الحمد لله ليا شهره الحمد لله، ما شاء الله، ومحبه الناس ليا دي بتكفيني قوي قوي قوي. يعني عارفه الكلمه الحلوه لما بتجيلي وحد يشكرني ويبقى مبسوط من الحاجه دي النجاح الحقيقي. هايل والله، ده جميل. احنا خلاص بنعمل عجينه اهو. طيب ورينا بقى شكل العجينه بقت عامله ازاي اهي، عشان بس الوقت. اهي العجينه اهي. بصوا يا جماعه العجينه عامله ازاي. الله، مش عايزه تتعجن اكتر من كده طبعا، بس احنا عشان مستعجلين، عشان وقتنا. طب وانت عايزه تعجنيها اكتر من كده ليه بقى؟ عشان تبقى ناعمه. لازم تبقى ناعمه. كل ما بتتعجن اكتر كل ما بتبقى ناعمه. يعني تاخد وقت قد ايه عجين مثلا؟ حوالي 10 دقائق لربع ساعه، لكن في العجان بتاخد 5 دقائق. طبعا اكيد. فطبعا احنا عشان وقت الضغط شغلنا وكده فبنشتغل في العجان طبعا. فاحنا اهي دي العجينه اهي عشان بس وقت البرنامج. ايوه، وبتغطيها. بصوا يا جماعه عامله ازاي، نضغط عليها كده. دي لما بتخمر بقى بنسيبها تخمر اول حاجه حوالي نص ساعه. طبعا فاحنا في الصيف بنسيبها نص ساعه، وبنغطيها بكيس مثلا وبفوطه، وبنسيبها نص ساعه في الفرن في اي مكان دافي، وبنسيبها. بعد كده بنبدا نفردها ونشتغل فيها. حلو قوي. فاحنا هنسيبها دلوقتي على جنب. تمام. وهتبداي بقى نبدا بقى في الوصفه الثانيه. نبدا في الكب كيك. الكب كيك المحشي كريم.
محشي كريم. كوبايه ونص دقيق. تمام. كوبايه وربع سكر، نص كوبايه كاكاو خام، نص كوبايه زيت، كوبايه حليب، بيضه، بيكنج باودر، بيكنج صودا، فانيليا، ومعلقه خل برضو، وكريمه للتزيين. قولي لنا بقى. هي مقاديرنا بسيطه زي ما احنا شفنا كده، كوبايه ونص دقيق. ماشي. بيطلعوا معانا بيعدوا لاكتر من 12 ل 18 قطعه كب. والله هنشوف دلوقتي مع ده بعض. حلو جدا. يعني اقتصاديه جدا جدا ومفيده، ومكوناتها بسيطه. يعني وين احنا نقدر نعمل في البيت كل اللي احنا عايزينه والله باسهل وابسط الامكانيات. بس اكيد زيت التموين مش هيبقى طعمه حلو. لا، في طعمه حلو والله. صدقي. طب يلا نبدا. هنبدا مقاديرنا دلوقتي، معلش بسرعه كده. ومعانا الكاكاو الخام. ايوه. الاسباني ده انضف نوع. تمام. لا بصي، لو اي حاجه فيها اعلانات ابعدي الاعلان بتاعها خالص. لا، احنا بنقول النوع ما بنقولش الاسم. ماشي. ما تقلقيش. بس معانا هنا الكوبايه ونص دقيقه اهو، هنحط عليهم الكاكاو الخام. ايوه. هنحط رشه ملح، دي مهمه جدا في الحلويات. تمام. هنحط بقى هنا شويه بيكنج صودا. البيكنج صودا في الكب كيك الشوكولاته بيديله هشاشه وطراوه حلوه جدا. حلو قوي. ويفضل محتفظ بيه. اه بس ما نكترش برضه قوي لانه بيساعد على الفوران زياده. لا بصي، العلبه بقى اللي عليها ورقه دي عينيها. تمام. عشان ها هنبدا دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين. ولسه الخل؟ لا، الخل بقى لسه مش دلوقتي. الخل لسه. احنا هنقلب بس المكونات دي كده مع بعض. البيكنج باودر زي ما احنا شايفين اهو. بس هنقلبهم بقى كده كلهم مع بعض. تمام. بس ونخليهم على جنب. ماشي. لكن انت لسه ما حطيتيش الدقيق. لا اهو. بصي حضرتك بقى احنا هنعمل ايه. اه. نحط البيض الاول والسكر. تمام. ورشه الفانيليا. تمام. وانا بفضل، انا يعني شخصيا بفضل الفانيليا السايله. بتدي طعم حلو، كتير قوي الزفاره جدا 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 حلوه جدا في الطعم وفي النكهه، بالذات في الكيكات. وطعمها كمان بيبقى واضح اكتر من اللي هي البودر. يعني ما احبهاش في النواعم، ما تنفعش في النواعم، الكحك والبسكوت والحاجات دي لا. السايله ما تنفعش. لا دي ليها مذاق خاص في الحاجات الكيكات والحاجات دي. تمام. بتدي طعم وريحه حلوه. فنبدا دلوقتي نحط البيضتين اهو. معانا بيضتين بس. ماشي. ومعانا كوبايه ونص سكر. يعني لو بتحبوه مسكر قوي هنحط كوبايه ونص، بنحبه يعني مظبوط هنحط كوبايه وربع. طب تمام. هو بيكون سكر يعني عاملاه النهارده مطحون عشان يبقى سريع معانا. يعني سكر بودر. انا طحناه في البيت. ماشي. ومعانا هي رشه فانيليا. ايوه. بس نضربهم بقى كويس مع بعض كده. يعني احنا حطينا السكر والبيض والفانيليا بس، ونضرب جامد بقى. ضرب بسيط قوي. بصي هو هنا مش هيحتاج قوي والله. يعني مش عايزاها تبقى زي الفوم ولا كلام. لا اصلا مش هعمل كيك عايزاها ده هيبقى هش، لان الحاجات اللي انا حاطه البيكنج باودر والبيكنج صودا بيخليه هشش وعالي وطعمه حلو جدا. الله. وهنفتحه مع بعض دلوقتي وهنشوف. يا دوبك بس بندوب البيض مع السكر زي ما احنا شايفين كده. نبدا نحط الزيت. قولي لي بقى، الولاد عندك بيساعدوكي ولا ايه؟ كله مشغول في الدراسه انت عارفه. مفيش خالص، مفيش حد شاطر زيك كده. الاجيال الجديده كلها طبعا النت والتليفونات والحاجات دي مأثره عليهم. هما بيفرحوا. انت عندك ولد وبنت ولا ايه؟ عندي بنت في اولى ثانوي وعندي ولدين، واحد في سنه 6 ابتدائي وواحد في 4 ابتدائي. ما شاء الله، مش باين عليكي خالص. ما شاء الله. طب ايه البنوته مش معقول يعني ماما شاطره قوي كده ما تعرفش حاجه؟ دخلنا في الثانوي. فانا عندي دراستهم اهم من اي حاجه. يعني لا انا بقول في اجازه الصيف يعني. لا هي ما عندهاش الهوايه. ما بتحبش. هنحط بقى معلقه الخل. تمام. هنا برضو بتدي هشاشه وطراوه حلوه جدا. تمام. معلقه خل بسيطه جدا. حلو. طبعا دي موجوده عندنا في كل بيت. تمام. بس ونبدا نقلب. بس احنا شايفين الشكل كده والقوام اهو. يعني مفيش ابسط من كده، لا مضرب ولا حتى خلاط ولا اي حاجه. تمام. بسيط جدا اهو. وهنبدا نحط شويه اللبن. احنا معانا كوبايه لبن. تمام. هنحط شويه مثلا كوبايه الا ربع ونشوف هتحتاج برضو ولا لا. تمام. لان هنا القوام لا بيبقى تقيل ولا بيبقى خفيف. بس يعني ما يبقاش زي الكيكه. لا بيبقى يعني ايه، خفيف عنها شويه. لان دايما اي حاجه فيها كاكاو بتكون تقيله شويه، فبنحاول ان احنا نخفها عشان تبقى هشه وليها طعم ومذاق حلو. تمام. طب لو انا مش عايزه اعملها بالكاكاو؟
نفس المكونات اللي احنا ماشيين عليها، هنشيل بس الكاكاو ونحط مكانه معلقتين دقيق. بس تمام. كل حاجه سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. تمام. دلوقتي هنبدا نضيف يعني احنا حاطين قد ايه كوبايه ونص كاكاو خام، نص كوبايه كاكاو خام. لو يعني حوالي عايزينها 3 مش معالق ما تبقاش بني، نشيلها هنحط مكانهم. ونحط أيوة. مكانها نص كوبايه دقيق. بس نفس المقادير وما قلتليش بقى دي طيب بتاع الكب كيك ده ايه؟ ده متعدد الاستخدام او مخصص للكيك. الاثنين بيبقوا كويسين. غير بتاع المخبوزات؟ لا، المخبوزات خاص، عايز العرق القوي ده للمعجنات. لكن الكيك عايز حاجات ما يكونش فيها عرق قوي. دي أيوة اهم حاجه من عوامل النجاح. الكيك لازم كده الدقيق طبعا. الدقيق موجود عندنا وقت ما نعوز هنطلع منه شويات سهل. وطبعا احنا داخلين هندخل على مدارس وعلى حاجات، فده هيوفر معانا جامد. أيوة. جدا. يا شيخه ما تبطليش كده بالمدارس دي، انا مستغرب. كله من اول 8 حتى الاطفال الصغيرين بياخدوا دروس. ايه يا جماعه ده؟ استنوا حتى لما المدرسه تبدا. حرام. احنا بنحاول نحمسهم بحاجه حلوه اهي علشان يشوفوا اللي وراهم. ايوه. خلي الولاد يستمتعوا شويه وانتوا كمان استمتعوا شويه، ارتاحوا شويه. يا ريت بجد، ما لحقناش. ده القوام بتاعه اهو. هايل. خدنا وقت؟ ما خدناش وقت. الطريقه سهله جدا وبسيطه. ورينا قوام تاني كده معلش. هقول لهم انا بقى الاسباتولا كده اهو، نلم كده اهو قوام. فعلا مش يعني اخف سنه. حتى هتشوفيها هتلاقيها هشه وانت بتنزليها كده، حاسه ان هي هشه وطريه. تمام. وبتبقى جميله جدا بصراحه. طب طبعا كده هنعمل ايه بقى؟ معانا طبعا صينيه الكب كيك. ايوه. معانا ورق الكب كيك العادي اهو. نجيبه من اي حد، مستلزمات الحلويات والحاجات دي. تمام. ومش غالي ولا اي حاجه. حلو قوي. تمام. احنا بس عايزين نفضي دول هنا كده علشان ما نبهدلش الدنيا. انت عايزه تفرغي فيها الكب كيك. برافو والله. احنا بنحاول نبسط الامور على قد ما نقدر. ايوه. طبعا احنا في شغلنا ما بنعملش كده، احنا بنعمل حاجات تانية. ايوه طبعا، لكن احنا بنتكلم بقى هنا بقى عشان البنات الجديده بقى الصغيره. ايوه. سنا بقى والحاجات دي اللي مش عارفين يعملوا حاجه. لا، الموضوع سهل يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه. والعرايس بقى الجداد اللي لسه متجوزين ما يعملوا حاجه حلوه كده. احنا بنشجعهم اهو. كل حاجه الامكانيات بسيطه جدا. طبعا مش هتملي لا، لحد نصها بس. الكب كله. لا لحد نصها، عشان البيكنج باودر والبيكنج صودا بيتفاعلوا مع بعض. تمام. فبيعلوها. حلو قوي. زي ما احنا شايفينه، شايفين القوام زي ما احنا شايفينه حلو جدا. حلو جدا. بس مش هنعمل حاجه اكتر من كده. وطبعا هنعمل درجه الحراره طبعا، والسوى ده مهم جدا جدا جدا. درجه الحراره ايه؟ 180. ولازم نسخن الفرن قبلها بحوالي ربع ساعه. تمام. ونحطه في الرف في النص حوالي من 10 ل 15 دقيقه. ما بيقعدش اكتر من كده. يعني افتح عليه امتى؟ نبص عليه ممكن بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق ابص عليه واختبره بخله. تمام. يعني عشان اشوفه انا، عشان وقت البرنامج بس انا حطيت اهم دول قدامكم اهو. اوكي. زي ما احنا شايفينها. طب ميليه كده بقى عشان نشوفه. كده باين. لا ميليه زياده كمان. لا خليه وميليه كده. ايوه باينه. بصي هما بيبقى حوالي من نص ل3 ارباع الكب كيك، لان ده كبير. تمام. بنحطه في درجه حراره زي ما قلنا 180. ايوه. وبعد ما يستوي معانا بنسيبه بقى. انا بسيبه يبرد خالص. بسيبه يبرد. وبعد ما بيبرد انا بفرغه. احنا هنشوف كده بالمنظر ده كده. ده معانا الكب كيك اهو. الله. طبعا عشان وقت البرنامج ده. انا بجيب التيب ده. او القمع. بتاع الكريمه اللي احنا بنزل بيه. وبفتحه من النص. ايوه. بفرغ وبطلعه وبحشي الكريمه. ايوه. بكيس الحلواني وبغطيه. وبعد كده بجيب اي نوع شوكولاته خام عاديه جدا، بسيحه على حمام بخار، وبحط معلقه زيت فيها او معلقتين بس، وبغطس فيها الكب كيك كده ويطلع بالمنظر. وبعد كده بزينه بالشوكولاته. خطيره بجد والله العظيم. احنا برضه هنفتح بجد مع بعض كده تجنن. ربنا يخليك. هايله والله العظيم. ربنا فكره بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه. بصوا يا جماعه الجمال. واو. وهشه اهي. نزلي ايدك شويه اهي. هش جدا. انا مش عارفه امسكه من الكريمه هش جدا جدا وطعمه حلو جدا. حلو قوي. وامكانياته بسيطه وما فيهوش اي حاجه. اقدر اعمله للولاد في المدرسه، اقدر اعمله في حفله، في عندي حفله تخرج، في اي مكان اقدر اعمله. اعمله فانيليا واعمله شوكولاته. يبقى والكريمه طبعا مقاديرها سهله جدا وبسيطه. ربنا يخليك يا استاذه غاده، انا مبسوطه جدا بجد ان انا ربنا يخليك. حطيها بقى على حرف هنا عشان يبان الجمال وصنعه الايد اللي تجنن. والمصور بتاعنا هو هيظبطها. هيجيب لك الشغل بتاعك. يا ريت تمسكيه تاني بعد اذنك.
تمسكي اللي انت قطعتيها. نفتح واحده تانية مش مشكله. ماشي. ايوه نزلي ايدك بس، او ماشي ماشي كده. هي شوفوا يا جماعه معموله ازاي، وهشه وطريه وهشه وطريه وتجنن. لا بجد جدا تسلم جدا ايدك، وامكانياتها بسيطه. حلوه قوي بالمضرب قوي العادي. هايله هايله بجد، تسلم يا ايديك. استاذه غاده ربنا يخليك. تسلم ايديكي بجد، سعداء دلوقتي طبعاً بوجودك والله ربنا النهارده يخليك. معانا. دلوقتي طبعا معلش علشان طبعا الوقت البرنامج. فاحنا هنحاول بس نفرد حته من العجينه، هي طيب. لسه ما خمرتش، فانا ماشي، بس مش هوريهم مشكلة. بالطريقه. فرجينا بس الطريقه وخلاص. طريقه بس. اوكي. وبعد احنا قلنا بتساب قد ايه تخمر؟ من نص ساعه. نص لأن إحنا ساعة. بنحط. بصي احنا هنعمل حته صغيره كده، طيب. هنحط رشه دقيق بس. ايوه رشه ريحتها بسيطه طالعه جميله والله، يعني نفسها ريحتها حلوة، العجينه نفسها طالعه ريحتها وبسيطه حلوة. وما فيهاش اي حاجه، يعني صح. شوف نص كيلو دقيق دلوقتي هوريهم هم عمل كميه قد ايه. تمام. بس هنفردها كده، والعجينه طريه معانا وحلوه. حلو قوي. بس بالمنظر ده كده نبدا ايوه نفرد كده بالراحه. هي طبعا معلش ممكن علشان ما لحقتش تخمر فهتكون بس معانا ايه، بتمسك شويه، لسه يعني بترجع بتمسك بتكش شويه. اه فمعلش انا هحاول لكن بسرعه لما بس بتخمر بتفرد عادي اوريهم بقى الطريقه سهله جدا وبسيطه. لا لما بتخمر بتبقى حلوه معانا وطريه، بتبقى هشه جدا. طيب قولي لنا بقى الطريقه ازاي؟ الطريقه بنفرد كده، بناخد حته من العجينه وبنفردها بالمنظر ده كده على شكل دايره كده. والسمك قد ايه، رفيع قوي ولا لا قد ايه؟ رفيع حوالي نص سنتي، ما يزيدش عن كده. تمام. لان هو لسه بيخمر درجه اولى وبيرجع يخمر تاني لما بنسويه، فاحنا بقى اللي نتحكم احنا بقى في المقاس اللي احنا عايزينه. تمام، يعني انت هتقطعيه وتسيبيه يخمر تاني؟ هقطعه واسيبه يخمر، وبعد يخمر قد ايه بقى المره دي؟ من نص ساعه برضه نص ساعه، وبعد كده يتحط في الفرن. انا بشوف الحجم بتاعه بيتضاعف، يبقى كده خلاص هو خمر كويس. تمام. عشان في ناس برضو ما بتعرفش يعني ايه تخمير، فاحنا بنعرفهم احنا دلوقتي احنا عملنا بالمنظر ده كده اهو. ايوه. بس اي قطاعه عندنا، قطاعه او سكين. تمام. وهنمشي كده بالورب كده. هنقسمها على 4 ارباع. وبعد كده هقسمها بقى كده مثلثات. المقاس اللي انا عايزاه ده بقى بيرجع لي انا، عايزاها كبيره، عايزاها وسط، عايزاها ميني، انا براحتي خالص. بنفس المنظر بيدي معانا كميه حلوه جدا، ويبقى طعمه حلو ومورق من غير ما عملناش حاجه. لو كانت خمرت كانت هتبقى اكتر من كده، كانت هتبقى احلى من كده بكتير. فاحنا بس عشان الوقت هنعمل كده. طيب. زي ما احنا شايفين هنقسمها من النص. بنقسمها من النص من الحرف، وهنلفها كده. مفيش بقى اسهل من كده اهو. ونبدا نشد كده ونلف بالمنظر ده. الله. بس حطيها بقى في مكان كده. ايوه. اعمل لنا واحده كمان. هنعمل واحده ثانيه اهو. هنقسم من النص كده. هنقسمها من النص. ونلف بايدينا كده اهو، بخفه كده، يعني ايه ما نتقلش ايدينا على العجينه واحنا بنشتغل عليه، ونلفها. تمام. ونسيبها بعد كده نص ساعه وبعد كمان. كده بقى هنعمل كله بنفس الطريقه. طيب. درجه احنا خلصنا. درجه الحراره قد ايه بقى؟ درجه الحراره المخبوزات يعني بتبقى اعلى شويه على 200. وبنسخن الفرن برضو قبلها. تمام. وبنحطه في الرف اللي في النص، ما بيقعدش اكتر من ربع ساعه. ربع ساعه، لان لو حطيناه اكتر من كده هينشف مننا. ايوه. وهيحجر، فلازم تمام. بسرعه. اول ما لوش بعد ما بنسيبه كده بقى بنجيب حاجه بندهنها الدهن بتاعه عشان يديله اللون الحلو الذهبي. تمام. بنجيب معلقه لبن ومعلقه نسكافيه، بندهن بس بيه كده واحنا داخلين، بس بالراحه خالص عشان التخمير بتاعه ما يهبطش. ونحطه في الفرن. ورينا بقى الجاهز بتاعك. النهارده احنا عملناه بطريقه حلوه وسهله، وموجود في الافران. ده عاملاه بشوكليت كمان. موجود في الافران وفي المحلات بنفس الطريقه دي. حلوه قوي. وحاشينه من جوه نوتيلا بنفس المنظر كده. هوريكم برضو العادي. ده منظره. المنظر الله ايه الجمال منظره ده. نقطع برضو واحده كده. لا بجد تسلم ايديكي. هاشش من جوه. واو الله. اكننا مورقينه بالظبط. والله ده عامل زي الكايزر سهل جدا. ومن كل ده عملنا بنص كيلو دقيق. حلو قوي. عملنا كل الاحجام كل المقاسات بنفس المنظر وبطريقه سهله جدا، ما عملناش اي حاجه. حلو قوي قوي. فالطريقه سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي تعقيد، كله بايدينا. تسلم ايديك. طب حطيه بقى جنب الكب كيك عشان كله يتصور بقى. انا النهارده حاولت ان انا اعمل حاجات بسيطه على قد ما اقدر،
باقل الامكانيات وبابسط الادوات اللي احنا نقدر نشتغل بيها. واضح جدا فعلا بجد، يعني تسلم ايديكي، ربنا حاجات يخليكي، خطيره ربنا وجميله. يخليكي. ما اعرفش يعني انا حاسه ان كمان روحك الجميله كده ربنا يخليكي يا استاذه غاده، بجد انا مديه جو مبسوطه. حلو، مديه جو حماسي، مبسوطة. تحسي ان انت يعني انت عايزه تقومي دلوقتي حالا تشتغلي الحاجات أنا الجميله بحب دي. شغلي جدا ميرسي جدا جدا ليكي ربنا ولوجودك يخليكي. معايا. انا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، بجد مبسوطه وربنا يخليكم دايما. حبيبتي. البرنامج بتاعكم جميل ومفيد جدا جدا جدا. شكرا ليكي، ويا ان رب شاء الله اكون دايما تبقي معانا. قدرت افيد الناس النهارده ووصلت لهم معلومه بسيطه، ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. شكرا ليكي يا حبيبتي. ربنا يخليك، ميرسي. شكرا. وبكده تكون انتهت حلقتنا اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج ست الستات، وان شاء الله نلتقي على خير الاسبوع الجاي. شكرا لكم والى اللقاء.